خليني اقول لك ان انا غيرت قناعاتي كلها في الراجل، وان انا غيرت رايي في الراجل. يمكن انا كنت بقول ان الراجل لازم ياخد فرصته، ولازم ان الراجل ياخد ماتشات عشان خاطر يثبت نفسه ويثبت نفسه مع الفرقه. حتى عملت فيديو امبارح قلت فيه ان النادي الاهلي غير يمكن السكواد كله، وكل التشكيله اللي موجوده في الملعب اصلا مختلفه عن تشكيله الموسم اللي فات. فكنت عايز الراجل ياخد وقته عشان خاطر كل الكلام ده. بس واضح ان مفيش فايده، وواضح ان الراجل مش قادر ان هو يقدم حاجه مع النادي الاهلي، ولا حتى قادر ان هو يدير الماتشات. يعني واضح ان بيراميدز النهارده نزل عارف هو عايز يعمل ايه، عارف هو عايز ياخد من المباراة قدامك. نزل ضغط عليك حتى لخبطك، ما قدرتش انت تغير اي حاجة في المباراة. ما قدرتش ان انت تعمل اي ردة فعل في المباراة. خطفك في اول 5 دقايق وسجل هدف. ما قدرتش انت ترجع طول الوقت ده، وحتى لبست هدف تاني. يعني في ظل كل الكلام ده انت حتى ما قدمتش حاجة في المباراة تدل ان انت حتى كان عندك الشخصية وكان عندك الرغبة ان انت ترجع في المباراة. فدي كلها بتدل ان شخصية المدرب مش ماشية مع التيم اللي موجود في النادي الاهلي، ومش ماشية مع فرقة كبيرة زي النادي الاهلي. يعني شخصية مدرب ضعيفة جدا. مستواها ما يليقش بالنادي الاهلي. معرفش. يعني مش عارف الواحد كان متفائل بيه ليه، ولا عارف الواحد كان حاطط امل ليه ان هو ممكن يقدم حاجة مع الفرقة الفترة الجاية، او حتى ان هو يغير من شكل الفرقة وشكل الطريقة اللي كنا بنلعب بيها قبل كده مع كولر مثلا ومع الناس دي. بس لو جينا رجعنا لبداية كولر مع النادي الاهلي هنلاقي بداية كانت قوية جدا. لو جينا بصينا لبداية فايلر مع النادي الاهلي كانت قوية جدا. لو بصينا لبداية موسيماني مع النادي الاهلي هتلاقيها قوية جدا. فكل الناس دي لما جت النادي الاهلي عملت بداية عظيمة جدا معاها. عكس ريبيرو تماما، الراجل بيلعب 7 ماتشات ما قدرش يكسب غير مباراة واحدة بس. حتى لو استثنيت مباريات كأس العالم، انت لعبت 4 ماتشات في الدوري ما كسبتش غير مباراة، وتعادلت 2 وخسرت واحدة. فانت بتتكلم لا، حتى في الدوري المصري اللي انت اصلا سيطرتك عليه وهيمنتك عليه طول السنين، حتى انت مش عارف تعمل فيه حاجة ولا عارف تقدم فيه حاجة قدام الفرق اللي موجودة في الدوري المصري، في ظل اللعيبة الكبيرة اللي موجودة في الفرق. وخلينا برضو مش نغفل في اللعيبة نفسها، لأن حتى لو المدير الفني وحش، حتى لو المدير الفني مش نافع، حتى لو المدير الفني طريقته مش نافعة، حتى لو المدير الفني ما عندوش شخصية، أنت كلاعب فين شخصيتك؟ أنت بتتكلم في لعيبة كبيرة، بتتكلم في محمد الشناوي، بتتكلم في محمد هاني، بتتكلم في بن رمضان، بتتكلم في تريزيجيه، بتتكلم في زيزو، بتتكلم في بن شرقي. أنت بتتكلم في لعيبة كلها كبيرة، وكلها اسمها كبير في الكورة. برضه شخصيتها فين؟ ما ده اللي هيجنن الواحد. انت كمنظومه حاسس ان هي مش راكبه على بعضها، لعيبه بجهاز فني بكل حاجه. احنا فين كنادي اهلي؟ احنا ما جيناش النهارده المباراه عشان نبقى فاهمين. احنا ما جيناش المباراه النهارده. الاهلي ما جاش مباراه بيراميدز. اعتقد ان احنا لو كنا لعبنا بفريق الناشئين مثلا كان ممكن يقدم مستوى احسن من اللي الاهلي قدمه النهارده. بالمناسبه يعني ريبيرو لعب مع بيراميدز تقريبا الموسم اللي فات مباراتين، مباراه في القاهره ومباراه في جنوب افريقيا، وقدم اداء احسن من كده بكتير. انا يعني المفترض ان انت عارف بيراميدز، ومفترض ان انت عارف الفرقه دي وعارف المدير الفني وعارف طريقه اللعب بتاعتها. فواضح ان انت مش مذاكر حاجه، وواضح ان انت ما عندكش فكره في اي حاجه، ما عندكش اي حاجه تقدر ان انت تقدمها مع الفرقه. آه الناس كانت بتقول اسباني ومحتاج وقت، وانا من الناس اللي قلت ان طريقته اسبانيه ومحتاجه وقت. بس اعتقد ان بيبقى في بوادر وبيبقى في حاجات ظاهره تدل ان هل فعلا الراجل عنده حاجه او هيقدم حاجه مع الفرقه او لا. بس لعند دلوقتي احنا ما شفناش حاجه. بتتكلم في 7 مباريات رسميه انت ما شفتش حاجه. اتكلمت ان الاداء كان متحسن، الاداء متحسن قدام غزل المحله وقدام فاركو. لعبت مباراه حلوه قدام بورتو، ولعبت مباراه كويسه قدام انتر ميامي. طيب وبعدين؟ الماتشات الكبيره طيب. اول مباراه كبيره الاهلي لعبها في الدوري المصري امام بيراميدز خسرت 2-0. و2-0 ايه كمان؟ ده بدون شخصيه، بدون اي حاجه قدمتها في الملعب اصلا تدل ان انت نازل تكسب، نازل تقدم نفسك. وكلنا كنا شايفين كميه الهجوم الكبيره اللي على الفرقه وعلى المدير الفني. فين رد الفعل؟ فين رد الفعل بتاع النادي الاهلي؟ لا لا، انا عمري انا يعني كل السنين اللي فاتت دي انا قاعد بتفرج على المباراه بعد ما لبست هدف. لا، فين ردة الفعل اللي هتكسبني الماتش؟ فين الاهلي اللي بعد ما بيخش فيه جون بيرجع تاني وبيرجع اقوى من الاول واحسن من الاول، وبيبقى عنده ردة فعل؟
انا ما شفتش ده النهارده خالص من لعيبه النادي الاهلي. الشوط التاني بقى ده لوحده كارثه، كارثه بمعنى الكلمه. انت ما قدمتش اي حاجه في شوط كامل 45 دقيقه او 50 دقيقه، انت ما عملتش اي حاجه. انت متخيل؟ حتى اللعيبه اللي عندك على الدكه ما فيهاش حلول. حاسس ان احنا وصلنا لمرحله يعني مش عارف، مرحله صعبه جدا. لازم التغيير في اسرع وقت، مش هينفع تصبر اكتر من كده. كلنا كنا بنقول الراجل الاداره تصبر والراجل ياخد فرصته، بس اعتقد بعد المباراه دي ما ينفعش الراجل ياخد فرصه تانية بعد مباراه بيراميدز. ما اعتقدش اطلاقا ان الراجل ممكن يقدم حاجه فوق اللي احنا شفناه النهارده. انت خلاص، انت وصلت لمرحله صعبه، وصلت لأداء صعب، لعيبتك مش قادرة تقدم أي حاجة، ما عندهاش روح، ما عندهاش عزيمة، ما عندهاش إصرار، ما عندهاش حتى الحمية اللي احنا كنا بنشوفها في لعيبة النادي الأهلي إن هي ممكن ترجع للماتش في أي لحظة. معلش يعني مش هكدب عليك. أنا كنت بقول الراجل ياخد فرصة ولازم الجماهير تدعمه وكل الكلام ده، بس مباراة بيراميدز بينت حاجات كتير قوي إن النادي الأهلي مع ريبيرو مش هيقدم أي حاجة. بس انا برضو مش عايز اغفل اللعيبه، بقول اهو المره التانية، مش عايزين نغفل اللعيبه. حتى لو المدير الفني وحش، حتى لو المدير الفني مش نافع، فين روحك انت كلاعب؟ انت لاعب كبير، بتلعب فرقه كبيره، لابس تيشيرت تقيل. فين انت روحك كلاعب، وفين عزيمتك، وفين امكانياتك في الملعب؟ ما شفتهاش ليه؟ عشان كده الجماهير النهارده في المدرجات بتقول احنا عايزين لعيبه رجاله، لعيبه تشيل هم الفرقه فعلا، لعيبه تشيل هم النادي، لعيبه تبقى عندها روح ان احنا خسرانين ولازم نرجع في المباراة. سيبك، خلي ان مفيش مدير فني واقف على الخط. انت فين دورك؟ انت كلاعب كده عامل نفسك نجم كبير قوي، فين دورك؟ فين تريزيجيه؟ فين زيزو؟ فين بن شرقي؟ فين بن رمضان؟ فين الناس دي؟ لا، النادي الاهلي في حالة صعبة جدا. لازم مدرب شخصيته كبيرة، لازم مدرب شخصيته قوية يفرض شخصيته على الفرقة وعلى اللعيبة، ولازم مدير كورة شخصيته قوية وشخصيته كبيرة يقدر ان هو يسيطر على اللعيبة برضه. انت محتاج تغير الجهاز الفني كله كله. مدرب حراس المرمى ميشيل يانكون، معرفش احنا مشيناه ليه. باين قوي تراجع مستوى الحراس مع ريبيرو، باينه جدا يعني، مش محتاجه كلام. فانا معرفش الواحد مش عنده كلام يقوله. الوضع صعب جدا. عندك فتره توقف دولي، لازم تاخد خطوه، لازم نشوف انت هتعمل ايه. لو هتمشي ريبيرو لازم يمشي النهارده، ولازم تكون مجهز ملف مدير فني، لان انت واضح مستوى الراجل من اول الدوري. احنا لو قلنا مثلا الدوري بدأ يوم كام، مثلا يوم 15/8، انت النهارده 30/8، يعني 15 يوم، وممكن اكتر من كده. انا مش فاكر بالظبط الدوري بدأ امتى يعني. بس حالة الفرقة صعبة، وحالة الفرقة تستدعي تغيير الجهاز الفني بالكامل. حتى لو المدير الفني وحش، فين الكابتن عماد النحاس؟ فين تعليماته؟ فين شخصيته وهو واقف على الخط؟ طالما الراجل ما بيقفش، الراجل ما بيتكلمش، واضح ان في عزل بين الجهاز وبعضه. مفيش، مش قادرين يقدموا حاجه، مفيش اصلا اي تناغم ولا اي تنسيق بينهم، ولا في اي حاجه بتحصل. انت بتشوف الكابتن محمد يوسف اللي هو المفروض المدير الرياضي للنادي، الراجل بيحط ايده على دماغه ومش عارف يعمل ايه هو كمان. احنا وصلنا للمرحله دي، وصلنا للوضع ده. انا معرفش وصلنا للوضع ده ازاي، ولا عرفنا ولا عارف وصلنا للمرحله دي ازاي. طبعا هناخد كميه تحفيل فوق ما تتخيل، بس الناس عندها حق. يعني الزملكاويه اللي هيحفلوا عليك دول عندهم حق. انت عندك فرقه مفروض تنزل تاكل اي حد، ده ما بيحصلش. فانت تستاهل الانتقاد، تستاهل التحفيل، ما تقدرش انت تتكلم، لان فعلا عندهم حق. انت فرقه كبيره ومعاك سكواد تقيل اوي، مش قادر تقدم حاجه، مش قادر تكسب غير ماتش واحد في الدوري قدام فاركو. انا ما اعرفش ايه اللي حصل للفرقه. الفرقه متفككه خالص. فوجهة نظري ان لازم يتم
حاجة تتم بسرعة النهاردة، مش ينفع اصلا نستنى لبكرة، لازم قرار النهاردة، ولازم نشوف هنعمل ايه الفترة الجاية، وخصوصا ان انت عندك فترة توقف دولي ولازم تاخد قرار فيها، عشان حتى لو في حد جاهز وهيجيلك يلحق ان هو يشتغل مع الفرقة في الفترة القصيرة اللي هتبقى بتاعة التوقف الدولي. لان انت لازم تعمل كده، لو ما عملتش كده انت هتخش في نفق مظلم الفترة الجاية. حتى لو صبرت ليناير برضو مش هيبقى في مصلحة الفرقة خالص، واحتمال كبير انت تبعد عن كل البطولات. بس ده اللي كنت محتاج اقوله في الفيديو، ما عنديش كلام تاني اقوله بخصوص الكلام ده. السلام عليكم.